والله العظيم طفح الكيل. اغلب الرسائل اللي بتجيلي دلوقتي مئات الرسائل بشكل يومي عن نصب واستغلال لمصريين جايين جداد. مفيش رساله عادت بتجيلي الا انا منصوب عليا، انا واحد استغلني. وانا مش مكسوف من الكلام اللي هقوله ده، الواحد حاسس بحرق الدم. انا من الغربيه، انا من الغربيه يا جماعه قبل ما اتكلم. فالكلام اللي هقوله كل واحد محترم عارف ان انا بتكلم كلام صح، فما تزعلوش من اللي هقوله لكل واحد محترم. انا من الغربيه وحزين على اللي انا هقوله ده. اغلب النصابين اللي في فرنسا المصريين من محافظه الغربيه. اغلب الناس اللي بتاكل على الناس من محافظه الغربيه. اغلب الناس اللي بيستغلوا الشباب هنا في يوميات من محافظه الغربيه. اغلب الناس اللي جعانين من محافظه الغربيه. مع ذلك في ناس محترمه، انا ما بعممش، لكن للاسف الشديد جدا جدا ايه اللي بيحصل ده؟ ايه اللي بيحصل ده؟ بيدخل لي شباب بلغ، يقول لي انا خايف ابلغ لحسن يقطع عيش. انت باقي على ايه؟ انت باقي على ايه؟ وبعدين الناس المحترمه اللي داخله تكلمني ويقول لي ايه؟ هو موافق، انت مالك انت؟ ده عرض وطلب. اسمع، اما تيجي تتكلم في العلم تصمت، تحط بلاستر على بقك كده وتصمت. العلم له ناسه. فانت راجل بطون عندك شركه، اخرك تفك الخط العربي بالعافيه، فعادي، فهحترمك عشان انت راجل محترم. انما تيجي تتكلم في العلم وتفتي في علم، هقول لك شد بلاستر ويكتم خالص. عرض وطلب ايه؟ انت فاهم يعني عرض وطلب؟ افهموا يعني ايه عرض وطلب بقى. عرض وطلب هو عرض وطلب بناء مع ما يتناسب مع السوق الحالي في المكان والزمان المحدد. انما اللي انتوا بتعملوه استغلال وتجاره للبشر. واحد محتاج شغل فيقول لك الناس كتير قاعده من غير شغل، فهو موافق ينزل باليوميه ل 55 يورو عشان صنايعي. في ايه؟ ده استغلال. انت بتستغل واحد في وقت ومحتاج فيه، بتستغل احتياج الناس، والاحتياج ده محدش بيستغله. حضرتك لما بتروح للشركه الفرنسيه اللي بتديك شغل تقدم له الفاتوره بيقول لك هديلك بنص الثمن، بتوافق؟ تقول له لا، السوق الحالي بيقول كذا. اشمعنى حقك بتجيبه؟ اشمعنى لو ليك فلوس بتجيبها؟ انا عاوز اتكلم في النقطه دي. انا هنزل لكم عنوان مكان وهنزل لكم اللوكيشن بتاعه، اي حد ياكل حقك. ما معكش وقت ما تخافش، الشرطه هتجيب لك حقك. روح قول لهم الراجل ده اعرف اسم الشركه وبلغ عنه. هيقفلوا له الشركه ويخربوا بيته لانهم هيدفعوه غرامه، فهيجوا معاك. ما تخافش من حد، استموت على حقك. المصري اللي بينصب عليك ده ما يقدرش ينصب على جزائري ولا مغربي ولا تونسي، يترعب يخاف منهم. والناس الجعانه دي لو انت شغال مع واحد جعان هتلاقيه بيعاملك معامله وبيعاملهم معامله عشان بيتكلموا اللغه وفاهمين قانون وبيستموتوا على حقهم. لو حد كان عليهم 1 يورو يموتوا عليه عشان عارفين هم تعبوا وما بيشتغلوش زينا. اكتر واحد ان هو مطحون وبيشتغل وبياكل بيسف التراب المصري عشان عنده التزامات، ومحدش هنا بيجي على حد غير المصري. فوقوا بقى وانا هقف لكم. والناس اللي بتهددني، انا نازل الاسبوع الجاي باريس وعاوز اعرف يا شويه جعانين يا اللي جايين من ما اعرفش من بيئه وسخه. احنا عايشين في فرنسا، ماشي، عايشين في فرنسا مش عايشين في شيكاغو. فانا جاي باريس الاسبوع الجاي وعاوز كل بطل بيظهر لي باكونت فيك مش حاطط صوته زي النسوان، وبيجي لي على التيك توك او على الفيسبوك باكونت فيك او رقم خاص بيتصل بيا من رقم خاص. بدل ما بتتكلم زي النسوان خليك راجل يا جعان واطلع ناقشني واطلع كلمني وقول لي كلامك غلط. مش عاوز بقى حد تاني يقول لي عرض وطلب، ما تفتيش في العلم. عرض وطلب بما يتناسب مع السوق الحالي. يوميه الصنايعي 90 ل 120، ما تجيش تديله 50 و55 وتقول لي عرض وطلب، ده استغلال. فوقوا بقى، فوقوا بقى. كفايه بجد استغلال. ناس ماتت وناس جالها جلطات وناس استنفذت طاقتها بسببكم، يخرب بيوتكم. وانا هوضح للناس كل حاجه ومش هسكت، وهنزل لكم ارقام وعناوين اماكن حكوميه تودوهم في 60 داهيه فيها اما نشوف اخرتها ايه. سلام عليكم.